الكلمة الثالثة والأخيرة: الرابطة والرباط المقدس بين السمائيين والأرضيين. جميلة الآية اللي بنكررها دايما في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول: السماء مفتوحة، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدون ونازلون. إذا افتكرنا إن إحنا وحدينا في حياتنا نعاني في الغلاء وفي الوباء وفي الأوباء وفي الأمراض، يبقى احنا مخطئين. نحن أشقى جميع الناس، ربنا معانا وقديسينه معانا. اللقب المحبب اللي جرناه في إنجيل متى في الأصحاح الأول، وقالوا أشعياء وقيل في العهد القديم أن الله معنا، اسمه عمانويل، الله معانا، يعطي لحياتنا حياة، ويعطي لحياتنا طعم، ويعطي لحياتنا بهجة، ويعطي لظروفنا سلام، ويعطي لأيامنا نور. هناك شركة كما في السماء كذلك على الأرض، ملائكة صاعدون وملائكة نازلون. انتوا حضراتكم مش بتسمعوا فتاة القداس الأب الكاهن يصرخ ويقول: يا ملاك، وبيخاطب ملاك فعلا، قد لا نراه بعيوننا لكن نؤمن انه موجود. يا ملاك هذا الصعيدة الصاعد الى العلو، اذكرنا قدام الرب الإله، اذكرنا قدام الرب الإله. ويطلع الملاك بصلواتنا وينزل باستجابات وينزل ببركات، وملاك الرب حال حول كل خائفين وينجيهم. لذلك ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب.